أجل هذا أمة طيب إلى أستاذ رجال. محمد. نعم أستاذ محمد، قبل أن أسألك أريد أن آخذ تفسير ربما أو أفهم يعني الابتسامات، يعني والأستاذ باهجت ممكن يحلل. هناك ابتسامات رأيتها، تفضل. لأني أنا تعجبت، لم يحمل المملكة بأنها هي المسؤولة عما حدث للهنود الحمر في الولايات المتحدة، ولم يحمل المملكة أنها المسؤولة عما جرى في الحرب العالمية الأولى والثانية وإلى آخره. يعني هناك حقيقة مبالغة كبيرة بقراءة المشهد السياسي وتحميل السعودية ما لا تحتمل. عندما وقفت السعودية مع العراق كان رد العراق هو باستهداف المملكة العربية السعودية في الظهران وفي الدمام وفي الرياض. يعني طعنهم العراق، طعن العرب الذين وقفوا معه خلال سنوات الحرب. فلذلك نحن نريد من السعودية حقيقة كل شيء، ونحن نطعن في المملكة العربية السعودية. حتى ما يجري في الهند نحمل المملكة العربية السعودية ما يجري في الهند. يعني حقيقة هناك مبالغة كبيرة. لذلك كنت أضحك بأنه كيف يعني ضيفك الكريم نسي بأن يحمل ما جرى للهنود الحمر في الولايات المتحدة المسؤولية للمملكة العربية السعودية. صديقي العزيز وأستاذ الكريم، كل المحبة لك. أنا على يقين صدقوني بأن اليوم لو حدث لا سمح الله أي مكروه للمملكة العربية السعودية ستقفون بجانب أعداء المملكة العربية السعودية. لو السعودية تعرضت لأي غزو ستقف مع أعداء المملكة العربية السعودية. لذلك اليوم المملكة العربية السعودية لا تعول على هذه الخطابات ولا تعول على هذه حقيقة التيارات التي كانت دائما تهاجم المملكة العربية السعودية. اليوم ثروات السعودية هي للسعودية وليست للأمة. اليوم ثروات العراق للعراق، وثروات سوريا لسوريا، وثروات مصر لمصر. وعندما نأتي للسعودية فثروات السعودية هي للأمة العربية. يعني حقيقة دعونا نتحدث بكلام منطقي عقلاني فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. إن كنا عربا علينا أن نقف مع المملكة العربية السعودية وأن نقف مع سمو الأمير محمد الذي يقود التحولات الكبيرة في المنطقة. لذلك هناك حقائق لا يمكن مهما تحدثنا أن نخفي هذه الحقائق والوقائع التي تجري على الأرض. ونرى اليوم أهمية المملكة للدول العظمى حقيقة، وليس لمحلل سياسي أو لكاتب سياسي. لذلك والله كنت أضحك بسبب ما سمعته من الضيف الكريم مع كل الاحترام لشخصه الكريم. نعم، هو ربما انتقد، قال لك يعني الأمور التي تحدث بجانب الحرم يعني من حفلات وإلى هذا غير شأن ذلك سعودي. يعني لا اليوم تدخل. أخ زكريا في العراق في مراقص، في كل مكان في مراقص، في العالم العربي المراقص والبارات وإلى آخره. اليوم في السعودية لا توجد لا مراقص ولا توجد بارات. ما يوجد هناك ترفيه للشعب السعودي. من حق الشعب السعودي أن يختار نظام الحياة، من حق السعودية أن تنفتح، من حق السعودية حقيقة أن تفعل ما تريد. بما أن الشعب يقف مع سمو الأمير محمد فهذا شأن داخلي سعودي، ليس شأنا عربيا أو قوميا وإلى آخره، هو شأن سعودي. من حق الشعب السعودي اليوم أن يكون لديه هيئة ترفيه. لماذا يحق لمصر وسوريا وإلى آخره؟ نحن عندنا البارات بكل مكان في الوطن العربي والمراقص والديسكوهات وإلى آخره. يعني دعونا نتحدث بالحقائق بالواقع كما هو. لماذا دائما نهاجم المملكة العربية السعودية؟ طيب خليني لماذا أسألك دائما بالنسبة للشروط نهاجم الشعب السعودي؟ نعم، بالنسبة للشروط خليني أسألك بالنسبة للشروط، ما هو الأول والأهم للسعودية اليوم؟ الجزء المتعلق بفلسطين والقضية الفلسطينية، ممكن الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، الأسلحة والمنظومة الدفاعية المتطورة، أم تطوير برنامج نووي سلمي؟ يعني أنا في تقديري الشخصي الأولوية للمملكة العربية السعودية هي القضية الفلسطينية، هي التي نقطة ارتكاز للمضي قدما في العلاقات بين البلدين. دون ذلك لن تمنح المملكة العربية السعودية هذه الورقة لا لأمريكا ولا لإسرائيل. لذلك دائما في كل اللقاءات لسمو الأمير محمد وأيضا لوزير الخارجية السعودي يؤكدان على أهمية حل القضية الفلسطينية. يجب حل القضية الفلسطينية، يجب أن تتعاون إسرائيل مع الفلسطينيين لحل القضية الفلسطينية، ومن ثم ذلك نتحدث عن التطبيع مع المملكة العربية السعودية. وخلال يعني الأشهر الماضية والسنوات الماضية حتى عندما كان في حقبة ترامب تحدث عن مشروع شرق أوسطي جديد أو مشروع ناتو شرق أوسطي، والسعودية رفضت الاندماج في هذا المشروع لأنها لا تريد منح أي ورقة لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. هذه هي أولوية وقضية جوهرية للمملكة العربية السعودية التي لم تتخلى عنها ولن تتخلى عنها أستاذ محمد،
لأن الوقت ممكن يداهمنا وشرفنا على نهاية الحلقة. نعم. نتحدث بواقعية أكثر. لو فرضنا أنا أتحدث بواقعية. أغرت الولايات المتحدة الأمريكية يعني السعودية، أعطتها يعني ضمانات بالبرنامج النووي وبالأسلحة الدفاعية، لكن تقول لها يا سعودية بالنسبة للقضية الفلسطينية هذا أمر آخر، دعنا من القضية الفلسطينية. هل ستوافق السعودية على تطبيع أم لا؟ يعني من خلال فهمي لسياسة سمو الأمير محمد أعتقد أنه لن يوافق. حتى اليوم صحيفة الول ستريت جورنال تتحدث أن ثمن التطبيع قيام دولة فلسطينية، قيام دولة فلسطينية، فبالتالي لن يقبل سمو الأمير محمد التطبيع مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية. هذه نقطة جوهرية طيب. لسمو الأمير محمد وقضية لا يمكن المساومة عليها. طيب أستاذ بهج تفضل، وخليني أسألك أيضا كيف ستتعامل أيضا السعودية مع حليفها الجديد إيران، الذي يعني دائما شعاره ضد إسرائيل ومع فلسطين وكل شيء، كيف ستتعامل؟ تفضل.